اسمها الخلايا الجوكر. جوكر هو ايه الجوكر ده يا مستر؟ الجوكر هو من يقوم باكثر من مهمه. تمام؟ اللي بيقوم باكثر من مهمه ده بنسموه جوكر، الناس كلها بتحبه. تمام؟ عندنا بقى الخلايا الجوكر هي الخلايا الجذعيه. الخلايا الجذعيه دي خلايا غير متميزه. يعني ايه غير متميزه؟ يعني مش متخصصه. على حسب انت ممكن تحولها لاي خليه على حسب احتياج الجسم ليه. تعال نبص كده. هي خلايا غير متميزه لها القدره على التحول، تتحول والتطور الى جميع الخلايا الجسم المتميزه المتخصصه. يعني ايه يا مستر؟ يعني ممكن تتحول لخلايا اعصاب متخصصه وتقوم بوظيفه الجهاز العصبي. ممكن تحول لخلايا عضليه متخصصه وتقوم بوظيفه الجهاز العضلي. يبقى هي خلايا غير متميزه لها القدره على كم حاجه؟ التحول والتطور، وهتعرف بعد كده انها بتجدد نفسها. خلاص؟ هتتحول وتتطور الى ايه؟ جميع خلايا الجسم المتميزه المتخصصه. يعني يبقى هي غير متميزه وهتتحول الى خلايا متميزه. يعني هي غير متخصصه وهتتحول لخلايا متخصصه، الذي يؤدي كل منها وظيفه متخصصه. بالبلد يا صديقي هي خلايا ملهاش وظيفه محدده، بس ممكن تتحول وتتطور وتعمل اي وظيفه متخصصه، تعمل اي وظيفه. تعال ناخد امثله. هنعتبر ان دي خليه جذعيه ممكن تتحول لخليه عصبيه، دي غير متميزه بس دي متميزه. والخلايا العصبيه هتشتغل في المخ طبعا. او ممكن تتحول لخلايا معويه تشتغل في الامعاء سواء دقيقه او غليظه. او ممكن تتحول لخلايا كبديه وتشتغل في الكبد. او ممكن تتميز وتتحول الى خلايا عضليه تستخدم للعضلات. عرفت يعني ايه متميزه وغير متميزه؟ وطبعا دي بتقدر تعمل كل الوظائف، وطبعا دي ميزه مهمه جدا. تعال بقى نشوفوا خصائصها ايه. خصائص الخلايا الجذعيه، اول خاصيه حاجه مهمه جدا، بتجدد نفسها، مش بتيجي مره وتقف. طب بتجدد نفسها ازاي؟ عن طريق نوع من الانقسام هناخده السنه الجايه او الترم الجاي حسب منهجك والله اعلم. هنعرف ان في حاجه اسمه انقسام خلوي. يبقى هي نتيجة انقسام الخلوي بتقدر تجدد نفسها. ادي المعلومة، قدرتها على تجديد نفسها من خلال الانقسام وانتاج مزيد من الخلايا الجذعية، بتجدد نفسها باستمرار. يبقى لها القدرة على التجديد ولها القدرة على التمايز. يعني هي مش متميزة او مش متخصصة، لا انا اقدر اكون متخصصة كخلايا جذعية يعني.